اليوم غادي نعاود لكم 5 ديال القصص الحقيقيين واللي وقعوا للناس بحالهم بطبيعه الحال. ودابا غادي نعاود لكم القصص ديالنا. القصه الاولى تحت عنوان I swear it's true. واحد السيد بحالنا بحالو كيقول انه فاش كانت عنده ما بين 7 سنين و 8 سنين حلم براسو واحد النهار بلي كيلعب مع واحد البوبويه، وهاد البوبويه هادي واللي كانت حيه. كيقول بانه هاد البوبويه هادي كانت ديما كتشدو من يدو وكتجرو للخزنه ديالو، كتقولو يلا معايا نوريك الطلامط، نوريك الطلامط ديال دارنا، يلا معايا. تعاودها الى القصه. في الاول كان كيعجبو الحال وكيمشي معاها للخزنه. ديك البوبويه كانت كتحل الباب ديال الخزنه وكانت كتوريه واحد الباب صغير كاين وسط الخزنه، بحال بغيتي تقول كاين شي باب سري وسط الخزنه، فوالا بحال هكا. هاد السيد كيقول بانه كان كيتخلع بزاف فاش كانت كتوريه ديك البوبويه ديك الباب الصغير، ولكن ماشي غير هادشي، ديك البوبويه كانت كتشد من يدو وكتزير عليه وكتبغي تدخلو من ديك الباب الصغير بالسيف عليه. لي زامي ما عمركم تثقوا في بوبويات في الحلم. كيقول بانه هاد الحلمه هادي كانت كتعاود بزاف ديال المرات، واشاك فوا كيوصلوا للبويبه الصغيره اللي كاينه في الخزنه كان ديما كيتخلع وكيفيق كيغوت. بقوت ما كيحلم بهاد الحلمه هادي بزاف، ولا فاش كيفيق من النعاس مخلوع كيلقى راسو واقف حدا الخزنه. اش داك انت الخزنه؟ جلس على قاعك. من بعد هاد الدري هذا غادي يمشي عند والديه وغادي يشرح لهم داكشي كامل اللي كاين، وبطبيعه الحال ما وباه غادي يجيو غادي يفيريفيو ديك الخزنه. كيحلوا الخزنه كيفيريفيو ما كيلقاو فيها والو، ديك الباب الصغير اللي كاين في الخزنه كاع ما كاينش، خزنه عاديه جدا. دازت الايام وهاد الدري هذا كبر ومابقاش كيحلم ديك الحلمه هذيك. كان جالس مع الوالده ديالو وتفكر هاد القصه ديال هاد الدميه هادي وجلس كيعاود ليها القصه ديالها. المهم هاد الولد هذا قالت له بانه اللي كيخلع في هاد القصه ديالك ماشي هو ديك الدميه اللي كتحرك ولا ديك الدميه اللي كنتي كتحلم بها، ولكن ديك الباب الصغير اللي كاين وسط الخزنه. حيت فاش تحولنا للدار هنايا وكنتي انت باقي ما تزاديتيش كان واحد الباب صغير في البلاصه فين كاينه الخزنه دابا، وديك الباب صغير كان ما عنده حتى شي معنى، باب صغير كاين وسط البيت دونك سديناه بالسيمه. كيفاش هاد الدري هذا قدر يعرف بانه راه كاين واحد الباب تما؟ مع العلم هاد الباب هذا تسد قبل ما يتزاد هو اصلا ديك الولد. وهذه بطبيعه الحال كانت القصه الاولى. ما تخافوش هاد السيد هذا ما بقاش كيحلم بديك الباب وما بقاش كيحلم بديك الدميه، وكيقول بانه الحياه ولات كي نقولها الحياه حلوه اللي بي اش يعجب بحالك. غادي ندوزو للقصه الثانيه، وهاد القصه بعنوان ادم. هاد القصه ديال واحد السيد اللي كيعاود لينا على صديق الطفوله ديالو ادم. كيقول بانه ادم ما كانش كيقدر يخرج بزاف في النهار، كان كيخرج غير بالليل. وكيقول بانه ما كانش كيقدر يبقى مع ادم بزاف برا، حيت فاش كيظلم الحال كيخصو هو يدخل للدار عاوتاني. دونك كانوا كيتلاقاو بحال بغيت تقول وسط النهار، ما كيتلاقاوش بزاف. الدار ديال ادم ما كانتش بعيده على الدار ديالو بزاف. هاد السيد اللي كيعاود لنا هاد القصه هادي متاكد بزاف بانه تلاقى الوالدين ديال ادم، وبالضبط مازال عاقل على كيفاش والدين ادم كانوا شي شويه في شكل ما كانش عزيز عليهم الضحك، وكانوا فوقاش ما كيتلاقاو معاه كيحس بهم بحال ما باغينوش يتلاقى مع ادم. حتى واحد النهار هاد السيد هذا سول ادم، قال له زعما ما كتخرجش بالنهار وعلاش ما كنتلاقاوش بزاف وهادي. ادم جاوبو قال له بانه مريض وما كيقدرش يخرج يلعب بزاف، دونك كيخرج يلعب غير شويه بالليل. كيقول بانه مازال عاقل على الشكل ديال ادم بالضبط، كان ضعيف وكان شعره كحل. ما عليناش، دازت الايام هاد السيد هذا ما بقاش كيتلاقى كاع مع ادم. دازت الايام هاد السيد هذا كيقول لك بلي تحولوا لبلاصه واحده اخرى. صار واحد النهار في الحياه بطبيعه الحال هاد السيد هذا تفكر ادم صاحبه ودار عند اختو قال ليها واش تعقلي على ادم اللي كنت كنلعب معاه شحال هادي؟ واختو بطبيعه الحال قالت ليه لا ما عقلش على ادم. مشى سول والديه قال لهم واش تعقلوا على صاحبي ادم اللي كنت كنلعب معاه واللي ساكن في ديك الدار الفلانيه، وعطاهم اكزاكتومون الدار فين كانت. هنا فين والدين ادم غادي يصدموه وغادي يقولوا له بانه ديك الدار ما عمرها تسكنات ومن ديما وهي غير خربه. اذا شكون هذاك اللي كنت كنخرج نلعب معاه؟ خالتك؟ هادشي ماشي معقول، ما احترموناش، كنا كنلعبوا معاه الاشباح. نيكست ستوري. الاخوان نتوما كتفرجوا على هذا الفيديو هذا ديروا بوز ودور شوف موراك، يقدر يكون شي ادم ولا شي واحد كيتفرج معاك الفيديو. الستوري الثالثه تحت عنوان علبه الصيد. هاد السيد اللي كيعاود لنا القصه كيقول بانه هذه قبل 6 سنين كان ساكن حداه واحد جارهم واللي كان كبير شي شويه في لاج وكان مريض بالقلب. هاد جارهم هذا حس براسو بلي راه قريب يموت وبدا كيتبرع بكاع الممتلكات ديالو، بدا كيعطي للجيران، بدا كيعطي للدراري الصغار، بدا كيعطي للناس اللي عزاز عليه. وبطبيعه الحال هاد السيد اللي كيعاود القصه ديك جارهم عطاه واحد العلبه ديال الصيد، وكيقول بانه ديك جارهم كان عزيز عليه الصيد وكان كل نهار كيشوفو جاي من الصياده. وبطبيعه الحال شنو كان كيصيد؟ اختك بمباركه من البساله. هاد السيد اللي كيعاود القصه كيقول بانه خدا ديك العلبه ديال الصياده ودارها في الخزنه ديالو. دازت واحد الايامات جارهم توفى. من بعد سيمانه بالضبط هاد السيد هذا فاق من النعاس حتى كيلقى العلبه ديال الصياده محطوطه حدا رجليه. ناني ديسكايو ما فهم طبيعي الحال حتى شي حاجه، حيت كان حاطها فريمون داخل الخزنه. قال ودي راه يمكن الوالد ديالي ولا شي واحد راه شدها حطها. المهم ما حاولش يفكر بزاف، شد ديك العلبه ديال الصياده ورجع خشاها في الخزنه لداخل. لا غدا كيفيق من النعاس وكيلقى العلبه ديال الصياده
محطوطه حدا الرجلين ديالو. يا ترى اشكون هاد الشبح هذا اللي كيدير معنا هاد الخصاير؟ هنا فين هاد السيد غادي يمشي غادي يسول والديه وغادي يقول لهم اش هاد المزاله ولينا كنعيشوا نبي مبارك من البساله. وات ذا فاك. هنا فين هاد السيد هذا غادي يمشي يسول والديه وغادي يقول لهم اشنو القصه ديال ديك علبه الصياده، واش نتوما اللي كتجيو كتحطوا عليه حدا رجلي او لا؟ والديه اكدوا له بانه ماشي هما اللي كيحركوا ديك العلبه ديال الصياده. فوالا دونك فكر مزيان وقال اجي نخبع هاد العلبه هادي فواحد البلاصه اللي ما كيعرفها حتى شي واحد حتى والديه. فوالا داكشي اللي دار، شد ديك العلبه ديال الصياده خشاها في واحد القنت اللي عارفو غير هو وداز 3 ايام وما تحركاتش كاع ديك البواطه. دونك تاكد بانه ما هو لباه هو اللي كان كيدير مع ديك اللعبه الباسله. النهار الرابع كيفيق هاد السيد هذا من النعاس كيلقى ديك العلبه ديال الصياده محطوطه له حدا رجلو. هنا فين هاد السيد اللي كيعاود القصه قال بانه يمكن الروح ديال داك الشيباني اللي مات باغا تصيد. فوالا هو اللي كيقول هادشي ماشي انا، مي هو اللي كيقول هادشي. دونك هاد السيد اللي كيعاود القصه خدا ديك العلبه ديال الصيد وخرج يصيد، واخا هو ما كيصيدش مشى صيد رجع في حالته حط ديك البواطه في الخزنه، ومن داك النهار ما عاوداتش ديك البواطه تحركات ليومنا هذا. وهادشي كيأكد لنا بانه الارواح ديال ختك مازال عايشين معنا. anyway القصه الرابع It changed the way I look at things. هاد السيد اللي كيعاود لنا القصه كيقول بانه كان خرج في واحد الرحله مع صاحبته ومشاو يشوفوا الاجداد ديال صاحبته. بطبيعه الحال كانوا ساكنين بعيدين عليهم، شدوا الطريق بالطوموبيله وبقاو غاديين، وفاش قربوا يوصلوا للدار ديال جدودها بقات كتعاود له بانه كانوا كيشوفوا شي حوايج. وبطبيعه الحال هو بغى يواسيها وقال لها كونكوا بانه داكشي اللي كنتي كتشوفي شحال هادي راه غير تخيلات وتهيؤات، حتى شي حاجه من داكشي ما كاينه. ولكن بطبيعه الحال هي اكدت له بانها كانت كتشوف شي حوايج في داك الدار، وماشي غير هي، كلشي كان كيشوف داكشي ابار جدها وجداتها. ما عليناش. قال لك اسيدي وصلوا للدار ديال جدودها ورحبوا بهم، مع هو كان عيان بطبيعه الحال بغى ينعس، شداتو الجده ديال صاحبته وطلعاتو البيت فين يرتاح. حتى شويه قالت له عرفتي شنو ما تنعش في هاد الشومبر هادي، اجي نديك لواحد الشومبر واحد اخر احسن لك. هنا فين السيد حس بشي حاجه في شي شكل. دخل هو وصاحبته لواحد البيت ينعسوا، كيقول بانه البيت كانوا فيه جوج ناموسيات سيباري بعادين، صاحبته نعست في بلاصه وهو ناس في بلاصه اخرى. طبيعه الحال نعسوا ترونكيل، ولكن هاد السيد اللي كيعاودين هاد القصه هادي ضربته الفيقه وسط الليل، واول حاجه شافها فاش حل عينو شاف واحد الراجل شيباني عاطيه بالظهر، اللحيه ديالو الشعر ديالو حوايجو السكين ديالو كلشي كان رمادي. هاد السيد هذا قرر انه ينوض باش يضرب داك الراجل ولا يدير شي حركه، ولكن فوقاش ما كان كيبغي ينوض كان كيحس بشي حاجه كتضربو وكترجعو لبلاصتو، بحال بغيتي تقول السيستم ديال حمار الليل، كتشوف وكتسمع وكدير كلشي ولكن ما كتقدرش تحرك، ميم كتبغي تغوت ما كتقدرش. دونك هذا هو التفسير العلمي الوحيد لهاد الدائره هذه، حمار الليل لو كانيش دو سواغ. هاد السيد هذا كان كيقول بانه حاول ينوض من بلاصتو ولكن ما قدرش، واشاك فوا كان كيحاول يدير شي حركه كان كيسمع واحد الصوت كيقول سد داك الباب بالقفل. ضربات 3 ديال الصباح هاد السيد هذا اخيرا قدر ينوض من بلاصتو. قال ودي راه يمكن كنت ناعس ولا كنت كنحلم وانا فايق ولا شي حاجه ماشي هي هذيك. مشى عند صاحبته باش يطمئن عليها، لقى صاحبته ديجا فايقه، واول حاجه قالت ليه واش شفتي داكشي اللي شفت؟ دونك ما كانش حمار الليل، سي با لان دو لا نوي. دابا المشكله فين كاينه هو انه العقل ديالنا ما مستعدش انه ياكسبتي هادشي ويقول بانه راه كاين بصح هادشي كاين، حيت العقل ديالنا كيامن بداكشي اللي كيشوف. دونك كتبقى مساله واش كتامن بانه هادشي كاين او لا ما كتامنش بانه هادشي كاين. القصة الخامسة It's so damn beautiful. وهاد القصة هادي تحت عنوان An Angel. هاد السيد هذا كيعاود لنا القصة ديالو فاش كان صغير، كيقول بأنه بطبيعة الحال فوالا بحال كاع الناس فاش كان صغير كيعقل على راسو كان واقف في وسط الدار وبشكل عشوائي يدور وجهه بحال هكا، حتى شويه كيبان له واحد الراجل كان جالس في الصالون وكيقرا واحد الكتاب بحال هكا وداير به قوس قزح الرينبو. وبطبيعة الحال هو دري صغير بان له هادشي نورمال، معرفتش كيفاش بان له هادشي نورمال، ولكن كيقول بأنه هادشي بان له نورمال. شنو راجل داير به الرينبو ماشي شي حاجة عادي هادشي نورمال. حتى لواحد النهار الام ديال هاد الدري الصغير هذا هزاتو حطاتو في بلاصتو وبقات كتعاود ليه واحد القصه، والغريب في الامر هو انه ديك القصه اللي كانت كتعاود ليه امو كانت كتدوي على واحد الملائكه اللي كان داير بهم قوس قزح وكانوا كيقراو في واحد الكتاب. هاد الولد هذا فاش عاودت له امو هاد القصه هادي غوت بجهد وقال لها بلي راه شاف نفس الراجل اللي كاين في القصه شافو في الصالون جالس. امو بطبيعه الحال قالت له مزيان جود جوب، حيتاش دري صغير بطبيعه الحال غادي يكون كيضرب الخاوي والعامر فوالا. ماشي هنايا المشكله، من بعد ما دازت بزاف ديال الاعوام نفس الدري مشى عند مو قال لها عافاك بغيت نشوف التصاور ديال جدي. بطبيعه الحال جدو اللي مات قبل ما يتزاد هو، مو شنو غدير غتمشي غتدبر على واحد الالبوم قديم ديال جدو فاش كان هكا شويه شباب وداكشي، والتصويره الاولى اللي وراتو كانت تصويره عائليه. ديك الولد مع شاف التصويره مشى نيشان لواحد الراجل حط عليه صبعو وقال للوالده ديالو بلي هذا هو الراجل اللي شاف في الصالون وكان داير عليه قوس قزح. الوالده ديالو تخلعات بزاف حيتاش ديك الراجل اللي الولد دار عليه صبعو كان هو جدو اللي عمرو ما شافو في حياته.
كيفاش قدر واحد الولد عمر شاف جدو كاع في حياته يعرفو ويمشي له مقصد بيدو؟ الاخر هاد الناس هاد لي زامي. من بعد هاد القصص هادو انا متاكد انه بزاف ديال الناس فيكم غادي يكونوا عاشوا تجارب، ما غاديش نقول بحال هادشي اللي كاين، ولكن خلينا نقولوا تجارب اللي ماشي نورمال. القصص كانوا هما هادو. كنتمنى يكون عجبكم الفيديو ديالنا بطبيعه الحال. الا عجبكم الفيديو ما تنساوش بطبيعه الحال تكليكيو على ابوني وتفعلوا ديك الجرس ديك تكالي بحال هكا باش هكا ما تزقل حتى شي فيديو من الفيديوهات اللي كنصاوبوا لكم، فوالا باش هكا نبقاو نخلعوكم كل نهار. انا هادشي اللي كانت. هلاو ليا فراسكم.